بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا الاسم؟ بيجيس. ما شاء الله بيجيس. ما شاء الله أصل تبارك. تونسي ما شاء الله تبارك الله. الآن متجه إلى مكة إن شاء الله للحج. إن شاء الله. الله يسهل أمرك، الله يسهل. ومن فين على فين وكم متى بدأت ما شاء الله هذه الرحلة؟ من باريس حتى مكة إن شاء الله شهرين ونص، وبعدين 13 بلاد من باريس حتى اسطنبول. ما شاء الله الأردن حتى ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كيف رحلتك كانت إن شاء الله؟ تعب فيها فيها تعب، أما الحمد لله والله ربي سهل لنا الطريق. نلقاو كان الناس مليح الطريق. يعني ابتدأت رحلتك عشان تاخذ حج يعني ولا كانت بس مجرد فكرة؟ أنا ماشي باش نعمل الحج. إيه؟ ومعايا صاحبي احنا زوز، وحبينا نعمل الحج على البسكلة على والله ما شاء الله تبارك الله، نهني فيك ما شاء الله. طيب ممكن كم كيلو مشيت؟ كم؟ 5000 كيلو. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. تتوقع متى توصل مكة؟ أنت الآن في الجموم، ما بينك وبين مكة يمكن إلا 30 كيلو. تتوقع متى توصل مكة إن شاء الله؟ إن شاء الله الليلة ولا غدوة نشوف. تكون في مكة إن شاء الله. إن شاء الله. بس توعدنا أنك تمر علينا في مكة. أنا حديك رقمي، توعدنا أنك تزورني في مكة. تزورني في البيت عندي يعني. بارك الله فيك. أي لأنه إلا مثلك الواحد يتشرف صراحة بالجلسة معاه، يتشرف بمعرفته، يتشرف. كيف لقيت الأمن في الدخول؟ كيف لقيت التعامل في مكة؟ كيف لقيت في السعودية بصفة عامة؟ والله من اللي بدينا من أردن سعودية الحمد لله الناس مليح، المسلمين لقاو كان ناس كويس والله نعم. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. احنا ولاة أمرنا ولله الحمد، يعني دائما يحرصون على التعامل مع الناس، بالذات الضيوف أمثالكم، حسن التعامل. وهذا اللي يخلي كل واحد ينتمي لهذا البلد انه يقدر كل واحد يجي لهذا البلد، لانه فعلا هذا بلد الحرمين الشريفين، وولاة امرنا حريصين فعلا على هذا الامر. فعشان كذا اقول لك ان شاء الله اذا وصلت مكة ان شاء الله تمر علينا، وان شاء الله نشوفك ونضيفك ان شاء الله الضيافه اللي تستحقها ان شاء الله. بارك الله فيك اخوي. طيب شرفنا، الله يسلمكم. معك محمد احمد، وان شاء الله باذن الله اخذ رقمك الان، وان شاء الله نتواصل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. عندك كلمة معينة تقولها؟ في اي كلمة ممكن تقولها، رسالة، اي شيء؟ كي عندكم الصحة والفلوس. أنا الرياضة، طيب تنصح الناس على الرياضة وعلى السيكل وعلى البسكليت، ولا ما تنصح الناس إنهم يتعاملوا مع الرياضة تعامل طيب؟ ما فهمتش. أقول تنصح الناس إنهم يتعاملوا مع الرياضة، إنه يمشي وإنه يستخدم بسكليت، ولا ما تنصح الناس بهالأمر؟ ما فهمتش. أقول أنت الآن تستخدم البسكليت للتنقل، ففي ناس ما يستخدم إلا السيارة بس وما يمشي كثير، فإيش نصيحتك له؟ سيارة ولا بسكليت زوز به. بس انه هذه الرياضه انه افضل على اساس انه يحرك اي فيها شويه تعب. اما كل يوم احنا نقعد في المسجد، و السفر هكايا يقوي الايمان. ما شاء الله ما شاء الله. نسال الله ان يسهل امرك ودربك وتروح بالسلامه ان شاء الله، موفق مسدد وفي رعايه الله.